فبدأت من مشهد بسيط لكنه كان كافيا ليحرك المحسنين، حيث نشرت صفحة محلية بولاية عنابة مقطع فيديو لشاب بسيط يعمل في جمع البلاستيك من الشوارع. تمنى لو أنه يمتلك شاحنة صغيرة تعينه على عمله وتوفر له كرامة أكبر في كسب قوته اليومي. المفاجأة لم تتأخر، فما هي إلا ساعات حتى أعلن أحد المحسنين عبر الصفحة تبرعه بعربة نقل للشاب. المشهد انتشر بقوة وتحول إلى قصة أمل ملهمة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المعلقين أن ما حدث هو نموذج حقيقي لاستخدام منصات التواصل إيجابيا، ودعوا إلى تعميم هذه المبادرات بدلا من الانشغال بالتفاهات والتنمر أو الخوض في بعض السلبيات. وأنتم ما رأيكم في هذا الموقف؟ وهل سبق أن ساعدتم أشخاصا عبر مواقع التواصل؟